الأهلي بيفوز على يانج أفريكانز 2-0 بهدفي تريزيجيه. هدف في نهاية الشوط الأولاني، أسيست أوفر من محمد هاني في نهاية الشوط الأولاني. الهدف الثاني جميل جدا لأنه من لمسة واحدة، جراديشار، زيزو، إمام، أسيست لتريزيجيه، وبعدين تفنيشة من تريزيجيه لما وبيحطها ار2 في المرمى. مباراة عادية بالنسبة للأهلي في ظل الدفاع اللي كان عامله يانج أفريكانز، بالذات في الشوط الأولاني. وبالذات لغاية قبل الهدف بتاع تريزيجيه الأولاني. المدرب طبعا بما انه لسه جديد كمان على الفريق، فكان عايز يخرج بتعادل، فعشان كده كان لاعب بطريقة دفاعية. بعد الهدف في المرمى في الشوط الثاني بدأ يفتح الخطوط بتاعته، وبدأ يحاول ان هو يلعب كورة شوية قدام الاهلي، فالاهلي احرز الهدف الثاني. بالاضافة الى كم الفرص اللي لعيبة الاهلي كانت بتضيعها، وبالذات الكرة الغريبة اللي جات لجراديشار، اللي مش عارف ازاي عايز يلعبها بوش رجله الخارجي. انا مش فاهم بصراحة الكرة دي لغاية دلوقتي، ازاي وش رجل الخارجي. وبقى في النهارده ان كل اللعيبه عايزين تلعب بوش رجل خارجي. يعني امام في كورتين عايز يلعبهم بوش رجل خارجي. تريزيجيه نفس الموضوع، في كورتين برضو كان عايز يلعبهم بوش رجل خارجي. زيزو نفس الموضوع. ايه يا جماعه في ايه؟ حتى كوكا كان في اوفر بيلعبوا بوش رجل خارجي. ايه يا رجاله في ايه؟ ايه النهارده انتوا جايين من افريقيا كلكم وش رجل خارجي عاجبكم من ساعه الاسيست بتاع امام ولا ايه؟ فالمهم ان الاهلي بيفوز 2-0. تألق لمصطفى شوبير في فرصة كانت في قبل الهدف الثاني بتاع الأهلي، صدها ببراعة بأمانة، يعني بجد بجد بجد. طبعا باقي الاختبارات اختبارات عادية، بس الكرة دي كانت أصعب كرة في الاختبارات اللي جت على مصطفى شوبير. باقي اللعيبة مروان بأمانة يعني صفقة احتمال كبير شكلها كده بتقول إن هي فيها كتير للأهلي. مهاجم شكله كويس، عاوز يثبت نفسه، نزل وكان بيستلم وبيتحرك وبيسلم كرة صح. ما اعتقدش ان كان في كور فيها مس باص منه كتير النهارده، او ما فيش كور اصلا فيها مس باص منه. ما كانش في امدادات له بقدر ما كان هو بينزل كتير عشان خاطر عايز يبين نفسه. بالنسبه لجراديشار، انا قلت انت المفروض الماتش دوت انت نازل، ويعني زي ما بيقولوا كده انت على كف عفريت، لكن انت فرصه ما استغلتهاش بمنتهى الامانه بالكره اللي عملتها. حتى الكره التانيه بعد الهدف التاني وبعد الكره اللي انت ضيعتها كانت اوفسايد اي نعم، بس انت برضو عايز تستعرض وعايز تدخلها بكعب رجلك. مش عارف في ايه في دماغك، جايز تكون فعلا مشيت والاهلي هو اللي مش لسه ما بينش اذا كنت فعلا سبت نادي ولا لا. الله اعلم. انت خلاص شكيت ان انت بقيت دكة بالصفقة بتاعت مروان. الله اعلم برضو. لكن في مجمل المباراة الاهلي يعتبر كان مستحوذ على اغلب اشواط المباراة واغلب الدقائق في المباراة، باستثناء طبعا العشر دقائق اللي في بداية الشوط الثاني اللي كانت الكرة مع يانج افريكانز. وفي نص الشوط الاولاني، من النص من الدقيقة 20 للدقيقة 35 كده، برضو كان في برضو شوية هجوم وضغط من يانج افريكانز، وكان ليهم اول ركنية في الدقيقة 35، والاهلي برضو اول ركنية فيه في الدقيقة 41 تقريبا. بالرغم استحواذ الاهلي زي ما قلت في الشوط الاولاني، ولكن الحمد لله الاهلي بالنتيجة ديت بيتصدر المجموعة بسبعة بونت. بعديه يعتبر يانج، الا اذا ما نشوف الماتشين اللي هيتلعبوا دلوقتي، الجيش الملكي مين. بس لغايه دلوقتي الحمد لله نتيجه مقبوله. المباراه القادمه للاهلي هتبقى مع يانج في تنزانيا، ان شاء الله بالتوفيق، لان المباراه ديت ان شاء الله فوز الاهلي بيقربوا بنسبه كبيره للصعود كاول مجموعه ان شاء الله يعني، مع اضافه الصفقات اللي هتبقى موجوده، سواء بقى المدرب هيلاعبها او مش هيلاعبها الله اعلم. دي حاجه في دماغ تروب، مش عارف هيعمل فيها ايه. على العموم الاهلي في الاخر بيفوز
الف الف مبروك للاهلي، والف الف مبروك لجماهيره. ويا رب الجاي يكون احسن من كده، لان الاداء مش احسن حاجه بمنتهى الصراحه. الف مبروك لكل اهلاوي.